السلام عليكم عسلامة، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راني جيتكم بوصفة التونة المصبرة. علاش؟ باسكو الحالة برا ما شاء الله راهي معمرة بالطون. ماذا بكم تخدموه وحدكم في الدار راح يجيكم بنين كتر وكتر. على بالي بلي كامل نديروه في لي بيتزا، نديروه في المقارون، نديروه في يعني في لي بات نديروه. دونك مليح لو كان نديروه صنع ايديكم راح يكون خير وخير. على بالكم وقتاش درتوه وكيفاش درتوه. هنايا انا درت بالفيلي دو طون، حبيتو ديروه بالهبره تاع طون معليش، ليسونسيال اللي تكون هكا لا كولور تاعو شابه، ماشي داك الاحمر اللي رايح الكحوليه. تكونوا غسلتوه بيان سور، نحط قطرتوه حطيته انا لهنا كيما راكم تشوفوا. عمرت الماء قدو وزدت شويه فوق القدو، يعني درت له 3 وريقات رند. اللي يحب يدير سنينات تومي يدير، اللي يحب يدير فلفل كحل حب يدير. انا ما نحب والو، نحب غير هكا الرند والملح باش يجي الكو تاعو يبقى هو ديجا برين ما يسحق والو. درت برج القارص باش يخرج لي هكاك بياض وشباب، وباش يمص لي كامله ديك الريحه. هذيك الرغوه اللي تخرج لازم تنحوها. راكم تشوفوا هنا قاعد يغلي حتى وين قريب يخلص الماء، قولوا خلاص قعدوا 2 مغارف ولا 3 تاع الماء. نحيوه نقطروه مليح مليح من الماء تاعو. اذا راكم حابين يشد لكم بزاف الوقت، يعني يشد لكم تقدروا حتى لشهر شهرين عام، المهم قد ما تخدموا بطريقه سليمه قد ما يشد لكم اكثر. انا هنايا بعد ما نحيت الرغوه وصفيت وقطرت وبيته في الفريجيدار نهار، هنايا البقال تاعي ولا البلاره تاعي كانت معقمه وناشفه قطره ما فيهاش. تبداو تحطوا فيه الداخل تكسروه يعني باش يقدر يجيكم الداخل على حساب كيفاش جاي البلاره تاعكم. درت ورق تاع رد واحد اخرين جدد هادوما. عمرت مليح البلاره ديالي. عندكم تفرغوا فوقو ومن بعد تفرغوا فوقو الزيت. انا هنا درت زيت سونغو، حبيتو ديروا زيت سونغو مع زيت زيتون، اللي يحبوا ريحه زيت زيتون ماشي مشكل. هذه هي قلنا ديروا غير الماء والملح برك كي تكونوا تغلوا. الماء والملح دو بريفيرونس الملح ديروا كميه مليحه باش ما يجيكمش صامت. هنا تغلقوها مليح تنشفوها ومن بعد واش نديروا. هنا راني كملت راني نعمر في الدوزيام. هديه قلت يعني نبدا بها. هذه هي كملت عمرتها بالزيت. هذه قلت بور لا كونسوماسيون فينالمون درنا بها شويه في الشلاضه شويه في البيتزا. هذه هي. ودوك نوري لكم الطريقه اللي تعقموا بها اذا حبيتوا تحتفظوا به لاطول مده ممكنه. هذه اللي كتشوفوا فيها منا انا كنت على بالي بلي حنوتيليزيها اليوم، بصح كيما هذه حبيت نخبيها. دونك دوك نوري لكم طريقه اللي تخدموها بها. نعاود نولي القدره ديالي نحطها لداخل القدر، يعني البلاره تاعي حطيتها لداخل هنا باش نعقمها. اذا خفتوا البقال تاعكم ما درتوش فيه الثقه ديروا تحته طرشونه باش ما يتكسر لكمش كي يكون يغلي. هاي لي كيما راكم تشوفوا فيا انا هنا درتها في شلاضه تاع هكا، درتها غابيدمون غير باش نوري لكم تشوفوا باللي جا فيها الله يبارك ما شاء الله كيما كيتشروه برا. وفي البنه ما خير من تاع برا، يعني اللي ما يكونش على بالكم باللي على بالو باللي درتوه في الدار راح يدير في بالو باللي شريتوه. هاكو تشوفوا هنايا نحكمت ان اوتر مورسو باسكو كنت ديجا درت في الاول. دوكا راح نزيد برك راح تشوفوا كيفاش الله يبارك. هاي ليك. وديروا في بالكم باللي هنا راهو جديد وراهو يتفتت. ديروا في بالكم باللي كي يزيد يقعد في الزيت كتر راح يزيد يتصبر كتر وكتر وراح يولي بنتو كتر وكتر ما خير. وكما قلت لكم هاد البلاره اذا غلقتوها وراكم حابين تخبوها مده طويله ما تحلوهاش حتى وين تحبوا الصح تولوا تجبدوا منها. هذه هي قلت لكم كي تكونوا مازال ما حليتوش البلاره وتكونوا عقمتوها قبل وبعد راح تشد لكم مده طويله. برك ما تحلوهاش، اذا حليتو معناتها خلاص راح تبداو تاكلوا منها. هذه هي راكم تشوفوا كيفاش جا ما شاء الله والله العظيم. هنا في الدار كي حطيته نصهم يقول كيما تاع برا والنص الاخر يقعد يقول لا جا خير من تاع برا. هكا ولا هكا رانا في الفايده ما شاء الله جا بزاف بنين. ما عليكم غير تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم نتوما كي جربتوها كيفاش جاتكم. انا هنا كملت الوصفه تاعي، نتمنى تكون نالت الاعجاب تاعكم ونتمنى تاني تجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم وبقوا على خير.